بتاعتكوا دي نظيفة قوي. ميرسي. مين الشاب الظريف اللي مسح السلم؟ الفراشين يا صاحب العظمة. فراشين؟ مش باين. ده لازم حد نظيف قوي. السلم بيلمع زي المراية. ايوه. هاتولي اسم اللي مسح السلم ده علشان اديله مكافأة. عمرو مولاي. مكافأة مكافأة. تعال هنا. انت عمال تتحنجل قدامي كده ليه؟ ارجع ورانا. طيب بس الاسانسير من هنا يا مولانا. ما احبوش. عظمتك. انا احب اقول كلمة واحدة. انا رياضي. انا كنت بطل في شيل مولاي. الحديد. لكن يا مولاي. لكنش الطلوع والنزول يقووا عضلات الرجلين. ورايا. ميرسي. اشكركم. مع السلامه. كسفتني. صفيت دمي ده يا تحرق دمك يا شيال البلاوي. ايه ده؟ احنا من اولها هنقبح. السنين اللي انت اشتغلتها هنا شيال عمركش شفت واحد يطلع على السلالم كده جري. انت سلطان، انت يا عرة السلاطين. اما امرك عجيب. انت عاوز تمشي السلطان على كيفك؟ انا كده ما بحبش الاسانسير. عاجبك ولا انا لكم التنجيده دي؟ اتكلم بعجب. ايه؟ انت مجند لعمل عظيم، فلازم تنفذ كل تعليماتي واوامري بكل دقه طول مده ال10 ايام اللي احنا اتفقنا عليها. انت هتشتري اسلافي بال1000 جنيه بتوعك. ادخل. اكتشفنا أول مؤامرة ضد عظمة السلطان. الشنطة دي كانت تحت كرسي الأسانسير وفيها قنبلة زمنية. قنبله؟ يا نهاركم اسود. يا حلاوه يا حلاوه. حضرتك بتقول كانت فين القنبله دي؟ في الأسانسير. في الاسانسير. يعني لو كنت وافقت حضرتك وركبنا الاسانسير كنا بقينا كفته. فعلا غريبة، أنت ملهم. ولا ملهم ولا حاجه. دي نباهه، ذكاوه. انا بشم ريحه الخطر. على العموم الحمد لله اللي اكتشفناها. الف حمد. عن إذنك. مالك؟ مكسوف من ايه يا اخ؟ متأسف. أسحب كل اللي قلته. هتسحب ايه ولا ايه؟ ده انت عليك انشة اباحه. بس عشان اقول لك حاجه بعد كده ما تبقاش تعارضني. هنا في مخ. انتهينا خلاص. انت هنا. ادخل. اتفضل يا مولاي. مولاي يؤمر بحاجة؟ ايوه نؤمر. انت اسمك نوال مش كده؟ أيوة يا مولاي. انا مبسوط قوي اللي اختاروك انت بالذات علشان تكوني معانا. ده شرف عظيم يا مولاي. وانت أنا اسمك ايه؟ اسمي عادل. انت صحيح عادل؟ أيوه أنا عادل قوي. مش باين عليك. زي ما أنت عاوز، زي ما تحسب يا مولاي. ايه دي؟ دي الغسالة يا مولاي. غسالة؟ غسالة وفي جناح السلطان وعامل لي مدير اللوكاندا. بقى إحنا حطيناها بناء على مدير اللوكاندا لازم يكون عنده ذوق. لازم لسانه يكون حلو مع الناس. وأنا كنت حصل مني حاجة. حصل ما حصلش، كل واحد منا فاهم نفسه. الغسالة والله انا نسيت. بتبص لي كده ليه؟ لا انا ما ببصش ولا حاجه، انا بس يعني بمل عينيا من انوار عظمه السلطان. عظمته ما يكونش اخوان الكلام ده. اتفضل دلوقتي وهعوزك بعدين. اهلا وسهلا. ايه اللي معاكي ده؟ ده برنامج الزيارة يا مولاي. مولاي يسمح لي اقول له برنامج الزياره؟ لا يا حشري، ده شغل المضيفه. انت المضيفه ولا هي؟ هي. خلاص سيبها تشرح. اشرح. برنامج الليلة يا مولاي حفلة استقبال هنا في اللوكاندا
هتقيمها الجالية البورنجية. برنجية؟ طيب، غيره؟ مولاي عنده اقتراح معين للسهرة بعد حفلة الاستقبال؟ ايوه النبي، نفسي ناخد مركب برود الفرج بلمتنا كده ونتفسح شويه. عزمتك تعرف رود الفرج؟ عز المعرفه. عظمة السلطان اطلع على خريطة تفصيلية للبلاد، وذاكرة عظمته قوية جدا تعي كل شيء وما تنساش حاجة أبدا. خصوصا مركب رود الفرج. تحب عظمتك ترتاح شوية؟ انت ايه رايك؟ أنا بقول ترتاح شوية. نرتاح. انا نفسي انام على السرير اللي هنا. مولاي يسمح لي؟ امال مين اللي هيفرجني على بقيه الجناح؟ أنا يا مولاي. انت؟ أي نعم أنا. طيب، اتفضلي انت يا ست نوال. رود فرج ايه ومركب ايه يا صايع يا ضايع، وعايز تاخدني معاك كمان؟ عسكراني، عاوز تضربني انا؟ وشرف امي لو عملتها مره تانية لاجيب خبرك. خلاص انا في عرضك، تبت. اعوذ بالله، ده انت وحش. مع الوحش وقطه مع الذوق مع الطيب. طيب ولما السلطان بتاعكم لازم ينام على غساله، ما قلتليش ليه؟ نسيت. ذوق سلطانكم غريب قوي. اسمعنا الغساله يعني مزاجه كده. قول لي يالا، نعم. هي امه كانت بتشتغل ايه؟ ام عظمته كانت من اخلص يا بجم. بتقول ايه؟ لا مؤاخذة، اخرس يا مولاي. ايه؟ ادخل. مولاي يقبل مني الهدية دي. مقبولة يا اختي، من يد من عدمها. اسمع يا عسكراني. نعم يا مولاي. سواق عربية عظمتي زي ما شغلتوه ارفدوه. ايه السبب يا مولاي؟ ما بستلطفوش. لكن يا مولاي ما لكنش. امر مولاي. في ولد هنا سواق شفته وانا طالع، ولد قليل ورفنع ومسمسم ودمه خفيف وحليوه والنبي شربان. اسمه ايه يا ابو السلاطين؟ اسمه ايه يا واد يا سلطان؟ اسمه حسنين حسان يا مولاي. مظبوط. يا سلام عليك يا واد يا مارينجوس يا اول. طويل العمر يطول عمره ويزاد عصره وينصره على مين عليه. هاي خليهم يطلعوه. طلع عمرو مولاي. تعال ما افرجك على حاجه. الو، في عندكم سواق كده رفيع وقصير اسمه حسان؟ خليه يطلع هنا. فهمت بقى يا ست حكايه الغساله دي؟ طبعا انت بتضحكي وتقولي ايه السلطان المغفل ده اللي ما ينامش الا على صوت غساله. ابدا يا مولاي. ابدا ازاي؟ انا نفسي بقول ده اكبر تغفيل. مولاي. انت مالك انت يا اخي؟ بتكلم على نفسي. ادخل. حسان السواق يا مولاي. خليه يدخل. تسمح لي انا يا مولاي؟ اتفضلي. تعال يا ابني، تعال يا شاطر، تعال ما تخافش. انت اسمك ايه؟ حسان يا مولاي. عاشت الاسامي يا ابني. احنا انعمنا عليك بلقب سواقنا الخصوصي. الله يعمر بيت عظمتك يا مولاي. اعملوا له بدله رسمي. امر مولاي. واصرفوا له قد 30 40 جنيه كده عربون. عربون؟ ايوه يا اخي عربون. في واحد هيشتغل من غير عربون؟ امر مولاي. واعملوا له قد 3 4 بدل قشر ماضي وشيكوح ليوشي بنفسجي على تحبيشه كرافطات وشويه فانيلات وقمصان وكالسونات. قلت ايه؟ امر مولاي. الله يعمر بيتك يا مولاي. الله يخليك يا سعاده البيه السلطان. الله يكرمك. بس يا اخي خلاص. هتاخد عليا ولا ايه؟ لا يا اخي. اتفضل. حاضر يا بيه. هاي. ايه؟ هو في سلطان غيري هنا ولا ايه؟ الحريم وصلوا يا مولاي. عشان ايه الحريم دي كلها؟ دول لإسعاد ليالي عظمة
السلطان. طب وجايبينهم هنا ليه يا اخي؟ ما تبعتهم للسلطان في السفاره. لا، لازم نقنع الجميع ان السلطان الحقيقي نازل هنا. لا، ده انتوا نهاركم مش فايت. الله، طب وانت خايف من ايه؟ انا خايف؟ ده انتوا اللي لازم تخافوا. لا، احنا واثقين كل الثقه في اخلاقك. لا، حدق. المهم دلوقتي لازم تستعد لحفله الاستقبال. نستعد. عايزين نوضب بقى زي ما تقول كده الخطبه اللي هتقولها. خطبه ايه يا جدع انت؟ ده انا ما اعرفش اقول كلمتين على بعض. هعلمك، هحفظك. هلبخ. خلي الحكايه دي عليا انا. خليها يا مسهل. هاي هي هاي هاي هي. قول لهم يقعدوا. ما يقعدوا وانا حيشهم؟ مش هيقعدوا لما تقول لهم. ان شاء الله ما يقعدوا. في عرضك تقعدهم. وانت قاعد هقول لهم ايه؟ ما تتكلمش، شاور بس. اهلا، ما تقعدي. ما يصحش يا مولاي. والله صح. يا سيدي البرنجي. سيد البورينج ده ايه؟ زي سيدي المتولي عندكم. الكاس اللي هيتقدم لعظمة السلطان. كلم يا محرم، كلم. استنى شوية، ده للسلطان؟ ايوه. خليه وقدمه بعد الخطبة. مولانا السلطان تعطف وهيلقي عليكم كلمة. أيها السادة، يسعدني أن ألتقي بكم في هذا البلد الشكيك، وأشكركم على هذا الحفلة التي عملتموها لي. وطبعا حفلة زي دي دفعتوا فيها دم قلبكم ولميتوا فلوس من بعض علشان تتفرنجوا وتتفشخروا وتطلعون فيها من غير مناسبته. وبعد ده كله تريدون دخول الجنة؟ يا أخي بلاش دي. مولاي اخرس انت. وانا بشكركم مرة تانية، بس ده تخفيل منكم. بتكاليف الحفلة دي كان ممكن تفتحوا ملجأ للأيتام، مدرسة، مستشفى، نقابة للشيالين. يحيى عظمة السلطان. يحيى عظمة السلطان. يحيى نقابة الشيالين. يحيى نقابة الشيالين. ومرة تانية أحب أن تحطوا عقلكوا في راسكوا ولا تخلوش همكوا على بطنكوا. والسلام عليكم ورحمة الله. ايه رأيك؟ عجبتك؟ بيني وبينك حساب لما نبقى لوحدنا. حرميك في الشارع. اتفضل يا مولاي. ايه ده؟ عصير؟ اما انت بارد صحيح. حفلة زي دي كبيرة اشرب فيها عصير؟ اشربوا انت. العفو يا مولاي. بلاش، اشربوا انت. متشكر يا مولاي.
كلمة مولاي أمر سلطاني يطاع في الحال. اشرب اشرب في شرب بورينجا العظمى، في شرب بورينجا العظمى. يلا بقى يا سيدي نبتدي الحفلة. ايه مفيش رقص ولا غنى ولا تفاريح؟ في يا مولاي. هل يسمح لي مولاي بسؤالين لجريدة النهار؟ ممنوع أخذ أي حديث صحفي من عظمة السلطان. لكن عظمة السلطان موافق. اسأل يا ابن اسأل. مولاي، هل بورينجا دولة زراعية أم صناعية؟ هي دولة ملخبطة. يقصد مولاي أننا نعتمد على الزراعة والصناعة سواء بسواء. ما هي أهم الموارد التي تعتمد عليها ميزانيتكم؟ الشيالة. 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 الشيالة هو الاسم الذي أطلقناه على المعدن الجديد الذي اكتشفناه في مناجم بورينجا، ونستخرج منه الألومنيوم والديومنيوم والتريومنيوم وقصب السكر والموز والترمس. وأين تقع سلطنة بورينجا؟ والله هي لسه ما وقعتش، انما مسيرها تقع باذن الله. هل حكومة عظمتكم شرقية أم غربية؟ لا شرقية ولا غربية، ده أهلية. يقصد عظمة السلطان أن حكومتنا دقة على الحياد. كم زوجة على ذمتكم يا مولاي؟ 4 وما ملكت أيمانه. وكم تملك أيمانه بالضبط؟ الموجودين هنا 10. ولكننا نعلم أن عظمة السلطان يملك فوق 300. عظمة السلطان دول بقى ما ملكت أيماني وأيمان أبويا وأيمان أمي وأيمان اللي خلفوني كلهم. عيش السلطان إبراهيم. خلي بالك من أصناف الأكل اللي بيحبها بسلامته عظمة البهلوان. اكل ايه؟ ده ما فيش صنف ما يملهوش شطه. أتاري علشان كده لسانه صايط، ده لسانه طويل بشكل. السلطان ده بيتهيألي نزل عندنا قبل كده. لا أبدا، ما حصلش. والله شكله مش غريب عليا ابدا. تمام. تعرف بيشبه عليا مين؟ مين؟ الزفت اللي اسمه حسن السيال. تمام. وانا بقول شفته فين قبل كده يا ترى؟ فين؟ شكله شبهه، لسانه طويل زيه تمام. يخلق من الشبه 40. الحق يا جناب المدير. ايه؟ الجرسون الجديد وقع ميت في الاوفيس. بتقول ايه؟ وازاي يسيب ده يموت في الحالة دي؟ ايوه جاي مولاي. خلي بالك. جدول الأسبوع. سعيدة الحظ عظيمة الشرف الليلة نمرة 3. والباقيات حسب الجدول، ومحظور ثم محظور الاقتراب من غرفة عظمة السلطان إلا بالطلب، وعلى الجميع السمع والطاعة حصل التنبيه شفويا وتحريرا، ومن تخالف ذلك ذنبها على جنبها والرزق على الله. هاي